انا زدت 40 كيلو من اولى ثانوي وثالث ثانوي. اجي اوقف تاكسي، ما فيش تاكسي راضي يوقف، كرسي نفسه بتاع العربيه نفسه اتقطم، دخت واترميت على السرير مش عارف اخد نفسي، لدرجه ان انا اتشهدت. مولود اصلا اوفر ويت، انا كنت باكل حاجات تخض. يعني والدي كان يعني قال لي جمله عمري ما انساها، قال لي اسقط بس خس، لان انت مهما عملت مش هتشتغل الشغله اللي انت عايزها، مش هتعيش الحياه اللي انت عايزها، ولو معاك فلوس مش هتستمتع بيها. اكتر حاجه كانت رخمه ان انت وانت بتحاول في طريقه صعب قوي ان انا في مناسبه ان انا امسك نفسي قدام الاكل. لو خدت حته بسبوسه صغيره وانا مش واعي انا بعمل ايه، انا هخلص الصينيه كلها. انت دلوقتي تخش سوبر ماركت، جلوتين فري، فيجن، سكر ستيفيا، حاجات كلها ببدائل صحيه. زمان ما كانش في حاجه اسمها ان انت تخش حته تلاقي اصلا اكل صحي والكلام ده. هل طريقة صحيحة انه الواحد يقطع النشويات بهدف نزول الوزن؟ ما بحبش العيش، بحب البطاطس قوي، بحب البطاطا قوي، بحب الرز قوي. دينا النصائح اللي تساعدنا على الحفاظ على النتائج بعد نزول الوزن. انت ممكن تخس من غير ما تتمرن، مستحيل تكمل من غير ما تتمرن. طب امتى الواحد مثلا بيكافئ نفسه بيتناول الوجبة اللي بفضلها؟ هو ده اليوم اللي كل شويه انت خلاص ماشي كويس يوم ارجعك، ماشي كويس يوم ارجعك، طب اخد حقنه، طب اعمل عمليه. عرفت ان طريق العمليه هيعمل ترهلات بشكل كبير جدا جدا جدا. ان شاء الله عليك مش مبين انه عندك ترهلات، فادينا السر. رقم واحد انك تخس من غير ترهلات. لو انت عايز فعلا لما تكبر ما تحتاجش لحد، الحاجه اللي مسؤوله عن ان انت تعيش كويس رقم واحد. كوتش حسن قعود، اهلا وسهلا فيك، نورت البودكاست. اهلا بيك، ربنا يخليك. اليوم راح نستفيد منك بتجربتك وبخبرتك المهنية والعملية، وفي اللي هي يعني الحلقة دي مخصوصة عشان تجربتك الملهمة اللي هي خسارة 80 كيلو، صحيح؟ صح. فادينا التحديات اللي واجهتها، العقبات، عشان تساعد كثير من الناس، يساعدهم بالذات الأشخاص اللي أوزانهم عالية 80 كيلو. يعني في أشخاص كثيرين أوزانهم فوق 150 يحتاجوا هذه المعلومات وبشدة، حتى لو أوزانهم زايد 10 كيلو برضو محتاجين هذه المعلومات. خلينا كوتش نقول فطرت ايه النهارده؟ فطرت ايه النهارده؟ دي الخناقه الازليه مع اي حد عايش معاه، مع اهلي، مع بيتي، مع اصحابي لو مسافر، علشان انا ما بحبش افطر وما بفطرش، وتعودت على كده بقالي فتره كبيره، سنين يعني. ومش مقتنع احنا ليه اصحى من النوم في بريشر نفطر. يعني انت كنت بتعمل ايه وانت نايم عشان تصحى جعان؟ يعني انا دايما الموضوع ده مستغربه. انا مهما كنت مثلا واكل بدري ونمت متاخر وصحيت عمري ما ببقى جعان، مهما كانت الاحداث اللي حصلت. يعني اكيد وانا نايم ما حصلش حاجه، نايم فبصحى ما ببقاش عايز اكل خالص. بس بيبقى في بريشر بقى، اللي هو لو انت معاك حد، لا لازم ناكل دلوقتي، لا لازم نفطر دلوقتي. هتنزل قبل ما تفطر؟ هنزل قبل ما تفطر عادي. وعادي ان انا على فكره ممكن اخد تمره وشويه ميه وشويه وقهوه وانزل اتمرن وبعد كده بفطر. فعاده بفطر متاخر على 12 واحده، وبتبقى الفطار بيبقى قوي، يعني بيبقى بروتين، هاي بروتين هاي فاتس ولو كارب. فعاده باخد مثلا بيض، وده اساسي يعني سوبر فود، يعني هو ده الخلاص. وباخد معاه مثلا لحمه مفرومه، اخد معاه مكسرات، اخد معاه مشروم، ممكن سلطه وممكن لا، عشان انا من الناس اللي السلطه بتتعب القولون بتاعهم شويه. فهو ده الفطار بتاعي، ده اللي بيخليني خلاص انا تمام كده. يعني انا مش هجوع لفتره تانية، يعني ممكن الوجبه دي ووجبتين كمان بالكتير قوي خلاص. بس وجبتين يعني مش تكتر مثلا 3 وجبات و4. لو كلت كذا وجبه بجوع، ولو كلت كذا وجبه بتفتح مني. لكن لو كلت وجبات صغيره وبدات يومي متاخر الدنيا بتظبط، لان حتى لو جيت هبل في الاخر بقى. عاده كلنا بنحب ناكل بالليل. صحيح. فخلاص طالما انا كده هوفر سعرات، طب اوفر سعراتي بالليل. فحتى لو حصل جزء من الحاجه اللي مش صح هيبقى بالليل مش الصبح. يعني كنت انت مع مدرسه الصيام المتقطع؟ معاها، بس معاها ليا، مش معاها لكل الناس. اوكي. بمعنى مفيش حاجه بتفيد كل الناس، يعني صح. مش معنى ان هي نافعه معايا انها تنفع مع ابراهيم، تنفع مع اسماعيل، تنفع مع احمد. كل واحد ليه ليلته من الاخر زي ما بيقولوا. انا مش مع حاجه بشكل اللي هو ده، لان بجد انا اكتشفت بقى بعد سنين يعني مفيش حاجه بتظبط مع الناس كلها مهما كانت كويسه.
يعني اللو كارب كويس، اللو كارب كويس. صيام متقطع كويس، صيام متقطع كويس. الكيتو بينفع مع ناس، بينفع مع ناس. انا ما بحبش الكيتو مثلا، بس هل كده انا ضد الكيتو؟ لا، انا مش ضد الكيتو. بس هو في ناس ما ينفعش معاه كيتو، واحد مثلا اثليت ولا حاجه، ده ما ينفعش معاه كيتو مثلا. صح. يعني صح. واللو كارب ما ينفعش مع ناس مثلا عايزه تجين ماسلز اكتر. ففي حاجات كتير مش بتفيد كل الناس. فعشان كده لازم اي حد لما يجي عايز يخس او عايز يظبط اكله، هو بتاعته هو، هي حته يعني. ولازم يجرب، لان هي مش هتظبط من اول مره. يعني هي مش من اول مره هيجرب نوع هيقول هو ده. لا، نجرب وتجرب مره واتنين، دي التالتة دي احسن حاجه، لا دي ما ظبطتش ارجع للاولى، وهكذا يعني. بس طب بما انك مهتم بالتمارين، مرنت ايه النهارده؟ لا، النهارده ما اتمرنتش الصراحه. راحه اليوم رست. اتمرنت امبارح. امبارح اتمرنت فول بودي. امبارح اتمرنت فول بودي. اوكي، يعني انت من النوع اللي كل يوم بتستهدف جميع اجزاء الجسم لا. ولا؟ برضو مفيش حاجه بتفيد كل الناس، بس انا ليا طريقه تمرين كده انا بحبها قوي، علشان هي كويسه لحالتي. انا عندي راوند شولدر، وده بسبب ان انا كنت برضو اوفر ويت وكده. فمن الناس اللي لو يعني الشيست عندها اقوى من الباك، فبيبتدي ان هو كتفك يميل لقدام. فانا بشوف ان حل الموضوع ده ان انت تلعب الشيست والباك في نفس اليوم، فبيخلي ان انت لما تلعب باك اكتر، الشيست بتاعك مهما كان قوي بيفضل ظهرك مفرود. فعشان كده انا بحب مثلا العب شيست وباك مع بعض. طيب انا دراعي ضعيف، بعكس مثلا الشولدر عندي ورجلي الاثنين كويسين، فانا بحب العب الدراع مع الكور في يوم لوحده. وفي نفس الوقت انا بلعب الشولدر، لان الشولدر عندي كويس قوي، فمش بدخله بقوه يعني مع الليج. وفي يوم بلعب فيه فول بودي، بحيث ان انا امشي على كل عضله امرنها مرتين في الاسبوع، لان ده بيجيب نتائج احسن بنسبه 30%، احسن ما تمرن عضله مره واحده بس. فده نظام كويس قوي ليا. انا ما بعرفش اتمرن اكتر من 4 ايام في الاسبوع، وفي نفس الوقت مناسب لحالتي. بس هل ده هيناسب كل الناس؟ برضه مش هيناسب كل الناس. لازم تدور على الحاجه اللي بتناسبك. ما ينفعش انت مثلا يبقى ظهرك قوي جدا 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 جدا، والشيست بتاعك ضعيف جدا جدا جدا، وتلعب شيست اكتر من تلعب باك اكتر من شيست، وهكذا. هي دي ان انت تبقى عارف انت بتعمل ايه. او طبعا مش كل الناس تبقى عارفه هي المشكله بتاعتها فين، فبيروحوا لحد متخصص بقى يقول لهم انت المفروض تعمل كذا وخلي بالك من كذا، وبيبقى فيه تيست او كده فبيبين بقى. بس ممتاز. طب حضرتك قبل ما تكون كوتش انت مهندس صحيح؟ مهندس وما شاء الله عليك، يعني في تجربه بنزول الوزن وراح نتكلم عنها بالتفصيل. وكمان ما شاء الله عليك يعني اكتسبت يعني درست في مجال التغذيه والتمرين، فحنستفيد منك في التجربه، وحنستفيد ايضا ببعض الخبرات من ناحيه نزول الوزن وبرضه التمارين الرياضيه. طب خلينا ندخل الحين للتجربه. كم كان وزنك؟ بص، انا لما ابتديت اتراك، لان انا قبليها كنت ازيد شويه، لان انا عملت دايت حوالي 2-3 وبعد كده وزنت. فلما ابتديت اتراك كنت 174، فخلينا نقول ان هي كانت 174. ودلوقتي انا بتتكلم راوند 94 لحد 99 98. اي بس ما شاء الله مناسبه على طولك، يعني طويل ما شاء الله. أيوه. يعني هي يعني برسنتج الفاتس عندي بتتكلم برضو من 13 ل 16. هي دي الرقم اللي بلعب فيه، ده الرقم اللي انا برتاح فيه. يعني انا نزلت قبل كده تحت ال 13 وطلعت فوق ال 18 و 19، بس الرقم الكويس بالنسبه لي اللي انا بشوف ان الدنيا فيه كويسه من 13 ل 16. بس ما شاء الله عليك، مو مبين عليك انه كنت اوفر ويت نهائيا، ما شاء الله تبارك الله. فخلينا نبغى نعرف هذه الاسرار. كيف قدرت تنزل من الوزن من غير حدوث الترهلات؟ لانه اشوف كثير من التجارب ناس اوزانهم عاليه 170 200 قدروا يحققوا اهدافهم، نزلوا الارقام يعني مثاليه 80 حتى 75، لكن شكل الجسم. خلينا نتفق اتفاق. هتعمل عمليه هيحصل ترهلات، وخلينا نتفق اتفاق تاني واكون رخم شويه. طالما وزنك عالي قوي 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 وهتنزل رقم كبير هيحصل ترهلات. تمام. فانا عرفت ان طريق العمليه هيعمل ترهلات بشكل كبير جدا جدا جدا. اما الطريق التاني هيعمل ترهلات بس بشكل اقل قوي. ولو اشتغلت عليه ممكن شكل جسمك يتحسن 70 ل 80%. هتبقى محمد صلاح؟ لا. هتبقى كأنك كنت بطل اولمبي وانت صغير؟ لا.
بس هتبقى كويس جدا، يعني هتبقى كويس جدا للكيس بتاعتك. 70 ل 80% بالنسبه لحالتك مور ذان انف. مش هينفع بقى برضو تقارن نفسك بحد كان بطل وهو صغير. لكن عشان نكون متفقين، هتعمل عمليه او هتاخد الحقن المنتشره دلوقتي، او بمعنى ادق يعني هتخس رقم كبير في وقت قصير، ترهل هيبقى شديد، صعب تعمل عليه كنترول، وصعب ان انت تحسنه. يعني حتى التحسن هنا هيبقى مش كبير. بتتكلم ان انت 40 ل 50%، فرقم مش انت مش تبقى راضي عنه. عشان كده دايما اي حد بنصحه بلاش العمليه، لان انت دلوقتي طمعان انك تخس، بس بكره مش هتبقى طمعان في دي. الانسان طماع. يعني انا في الاول كان اقصى طموحي ان انا انزل 10 كيلو اصلا. بس هي الدنيا ايه، بتاخدك واحده في واحده. بعد كده انت بتوصل لمرحله طب ما انت خسيت جدا، يمكن خسيت اكتر من انت عايز كمان، بس شكل جسمك مش عاجبك. بس انت لما تنزل ميه مش عارف ايه، فاعمل حساب بكره، ما تبصش تحت رجليك دلوقتي ان انت عايز تخس وخلاص. فدي مهمه، لان انت على فكره ممكن تخس وما تبقاش راضي عن نفسك اكتر من ما خسيت. فدي حاجه مهمه. طب خلينا نعرف حياه حسن لما كان وزنه 174. كيف كانت؟ وهل هذه السمنه يعني كانت منذ الصغر، ولا هي حدثت مثلا في سن المراهقه، ولا احكي لنا اكثر. لا الصراحه انا مولود اصلا اوفر ويت. يعني انا عارف اللي هم الاطفال اللي بينزلوا مقلبزين، خدودي كبيره جدا وبتاع، وانت صغير بتبقى حاجه لذيذه والناس تقعد تلعب معاك وبتاع. وقعدت بقى ازيد سنه، بس انا كنت بحب الاكل جدا جدا. يعني بحب الاكل وباكل كتير، ويعني مش انا اقول لك بقى انا بشم الاكل واجوع، لا انا كنت باكل يعني باكل حاجات تخض يعني. والموضوع كان بيزيد معايا زي اي حاجه في الدنيا. مرنت كويس على الاكل فبقيت باكل اكتر، مرنت كويس على الاكل فبقيت باكل اكتر. كانت شهيتي على طول مفتوحه يعني. بس كنت بحب الرياضه الصراحه، وكنت بلعب كوره يعني. وانا في المدرسه كنت بلعب كوره، ولعبت فتره جودو، ولعبت فتره بوكس. والدي كان بيحب الرياضه قوي، الله يرحمه. وكان دايما بقى كان نفسه ان انا اطلع لعيب كوره، وكان ياخدني نقعد نلعب كوره ونروح نلف تراك ومش عارف ايه وكده. بس انا مش عارف اتحكم في الاكل. وخلي بالك برضو واحنا صغيرين ما كانش في ثقافه ان الدايت هو اكتر حاجه هتساعدك. انت كنت مثلا كان في ناس يقول لك اتمرن زي كل زي ما انت عايز، بس اتمرن. مش صح يعني، مش هتعرف تخس. فانا كنت بحب الرياضه، بس مش عارف امارسها بشكل قوي لان جسمي برضو مش مساعدني. وحاجه من الحاجات اللي اخرت قرار ان انا اخس، ان انا في الاول في المدرسه وفي بدايات المدرسه لحد مثلا اولى ثانوي تانية ثانوي ما كانش في اي مشاكل عندي. يعني عندي صحاب وعندي ثقه في نفسي كويسه جدا. بلعب كوره. مفيش حد بيقول لي كلمه بتضايقني. كان عندي حته كده، لا ممكن مبقاش عارف ايه سبب. يعني انا ليه ما اعرفش ليه ما كانش بيحصل عليا تنمر شديد في الفتره دي، بس كانت الدنيا ماشيه معايا كويس، محدش بيقول لي حاجه. انا زدت 40 كيلو من اولى ثانوي وثالث ثانوي. فهنا بقى حصلت الطفره بقى، اللي هو لا في وقفه. يعني انا بقى ما بقاش في رياضه خالص. طبعا انت عارف ثانويه عامه ما بقاش في حركه خالص. انا نفسي مش واخد بالي ان انا زدت قوي كده. اللبس مفيش، كل حاجه مفيش. مش عارف يعني اجي اوقف تاكسي، مفيش تاكسي راضي يوقف. اياميها بقى كانش في ابلكيشنز بقى والكلام ده، مفيش تاكسي راضي يوقف. ما انت بالنسبه له هتبقى حمل بقى تقيل على العربيه بجد. يعني الموضوع كان واصل للمرحله دي. ما بقيت بنهج بسهوله. فالوضع كان مش لطيف. هل ما كانش فيه محاولات؟ لا على طول كان فيه محاولات، بس محاولات 3 ايام 4 ايام. محاولات كلها غلط. فما بتوصلكش لحاجه. وابتديت بقى تسمع كلام اللي هو انت وزنك ده صعب قوي تخس فيه من غير عمليه. بس انا الموضوع ما كانش في دماغي خالص. يعني انا فكره العمليه دي مش حاجه مطروح. انا من الناس اللي بتخاف على نفسها قوي والمحسوكه يعني. فانت ان انت تعمل عمليه دي، خش اوضه العمليات. وكان ساعتها في فنانه دخلت عملت عمليه تكميم، سعاد نصر الله يرحمها. فانا بقى في ذهني ان عمليه التكميم دي هخش. يعني ففضلت بقى في المرحله دي كتير لحد ما اخر فترات ثانويه عامه الكهرباء قطعت. وكنت نازل اجيب ملزمه بتاعه الفيزيكس من ناس صحابي،
وراكب مع اختي العربيه، الكرسي اتكسر، يعني الكرسي نفسه بتاع العربيه نفسه اتقطم، ومش عارف اقعد، يعني انا قاعد مش عارف اقعد في الكرسي. وبعدين جيت راجع البيت فالكهرباء قطعه، انا نزلت بسهوله بس طالع ما دخت واترميت على السرير ومش عارف اخد نفسي، لدرجه ان انا اتشهدت. اول مره احس ان الموضوع مأثر عليا في صحتي للدرجه دي. فقلت بصيت لاختي كده قلت لها اقسم بالله ثانويه عامه هتخلص وهخس، يعني هخس. وفعلا كان فاضل كام يوم يعني، والقرار كان في دماغي بشكل كبير. بس ومن هنا بقى بدأت الرحله يعني. يا الله يا الله، يعني دي نقطه التحول اللي هو حسيت في اللحظه دي انك لا لازم اتغير. في حاجات كتير وفي اوقات كتير كنت بحس ان انا لازم اخس، زي انك تروح مثلا حد في المحل مثلا يقول لك لا خس شويه عشان تلاقي مقاسك، مش لاقي بدله بقى. فالموضوع بقى صعب في حاجات كتير. بس في لحظه اللي هو من بعديها الدنيا بتتغير، اللي هو انت صحتك بقت في مشكله، والاكبر من كده كمان ان انت وصلت لمرحله ان يعني ان انت صحتك مش بس متاثره، انا اتشهدت. فانت متخيل الموضوع رايح لحته، يعني خلاص انت شايف ان انت ممكن بسبب اللي بيحصل ده. وليه اليوم ده فارق؟ لان هو ده فعلا اليوم اللي من بعديه بدات، حتى لو ما نجحتش بس ده اليوم اللي فعلا بدات. يعني من ساعتها وانا بحاول. هل انا نجحت في الاول؟ لا، بس من ساعتها وانا بحاول. يعني ما حدش ساعدك، انت ساعدت نفسك بنفسك يعني. لا انا بص هقول لك، اولا عمري ما انسى ابويا. يعني ابويا الله يرحمه والله يرحمه، الله كان عنده وعي في الموضوع ده بشكل مش طبيعي. ودايما الناس اللي بتتابع معايا دلوقتي، يعني لو حد صغير واهاليهم بيكلموني وكده وتلاقيهم مثلا ايه اللي مأخر الولد المذاكره، اللي مأخر الولد الامتحانات، فاقول لهم يا جماعه مفيش حاجه اهم من صحته، مفيش حاجه اهم. يعني بالذات الناس بقى اللي هو خلاص مش عايز يخس 3 4 كيلو، لا ده الناس بتتكلم في 40 و50 كيلو يعني. فاقول لهم يا جماعه لا، اهم حاجه الصحه. فوالدي كان يعني قال لي جمله عمري ما انساها، قال لي اسقط بس خس. لان انت مهما عملت ومهما جبت درجات ومهما مش هتشتغل الشغلانه اللي انت عايزها، مش هتعيش الحياه اللي انت عايزها، ولو معاك فلوس مش هتستمتع بيها. عمري ما انسى الجمله دي، قالها لي واحنا كنا نازلين كده على سلم. قال لي عايز تسقط اسقط. يعني شوف هو، والناس هتشوف ان هو لا ده كده بيعنفني، لا مش بيعنفني، هو عنده وعي فعلا قد ايه الموضوع ده مهم. صح. وانا فعلا انا معايا حد يعني هو في الجامعه بره مصر، ووالدته بتكلمني دايما وكده، فدايما عندهم مشكله في التنقلات وهم البيز بتاعهم كويس ماديا كويسين. وكان في كندا ومش عارف راح انجلترا وبيدوروا على جامعه ومش عارف ايه، فكل شويه يحصل لخبطه فيحصل دروب، يخس شويه والدنيا تقف وبتاع. فانا وصلت بيها المرحله انا قابلته. انا عاده ما بقابلش حد قوي دلوقتي اون جراوند، فهو نزل مصر اجازه ونزلت قابلته، قلت له كل اللي انت بتعمله وكل اللي اهلك بيحاولوا يعملوه مش هيوصلك لحاجه لو انت صحتك مش كويسه مهما وصلت. وبجد كنت يعني انا بجد كنت يا جماعه لا، يعني ما في مهما عملت وعلى فكره كلمت باباه وكلمت مامته وكلهم مقتنعين اللي هو فعلا ما فيش اي حاجه، ما فيش اي خطوه ياخدها. انا اقول لك على حاجه ببساطه وخلينا نتكلم بصراحه، وده مش في مجتمعنا العربي بس، ده في اي حته. انا راجل مثلا اشتغلت مهندس موقع وشغال مهندس موقع، هل ده كان هيتكافئ لو انا رايح في انترفيو مثلا وعايز اطلع وانزل وبتاع؟ لو انا رحت قعدت معاهم في انترفيو وانا اكيد ما كنتش هبقى 174 بقى، كنت هبقى 200 كيلو 300 250 كيلو، هيبقى اكسبتد؟ انا جايب امتياز في الجامعه واشطر مهندس في مصر. فهو الحته دي لازم نكفر. فوالدي كان الدعم الاول والاساسي ليا الله يرحمه. وقال لي شوف انت عايز تعمل ايه، عايز تروح جيم اوديك، عايز تروح لدكتوره اوديك، عايز تعمل عمليه بتعملها، بس انا خايف من العمليه. يعني هو قال لي كده، فانا قلت له انا مش هعمل عمليات، فخلينا نجرب جيم. فروحت جيم، اشترك لي في جيم وبتاع، ورحت جيم وكده. المدرسه بتاعت اللي هو انا اروح الجيم همشي على المشايه وماليش دعوه بالحديد وكده. وفعلا بقيت بروح الجيم امشي على المشايه 40 دقيقه 35 دقيقه، وبعد كده اروح على البيت اكل سلطه وحته لحمه صغيره قوي، وقعدت كده اخبط ايه شويه. بس انهارت، يعني بعد فتره انهارت.
فقلت طب نجرب بقى السكه التانية، هروح لايه دكتور الدايت، وكانت دكتوره مشهوره ساعتها. ورحت وقفت على الميزان بقى، دي كنت ساعتها عرفت وزني، عرفت ان انا 174. فهي بصيت لي كده اللي هو ايه، خلينا نجرب يعني، اللي هو عارفه ان انا هاخد الورقه غالبا مش هعمل حاجه وخلاص يعني. وكتبت لي ورقه قد كده مليانه ادويه. كانوا ساعتها، وعلى فكره الحوار ده لسه موجود، بيدوا للناس الاوفر ويت ادويه سكر. لسه موجود لحد يعني، لسه اعرف على فكره الحقن بتاعت التخسيس دي اصلا ادويه سكر. مظبوط. فهو سبحان الله، بالرغم ان الدنيا بتتغير، وبالرغم ان العلم بيتغير، وبالرغم ان الناس كتير اتاذت، الا ان الوحش لسه بنعمله بس بشكل اسوأ. يعني لو كنا بناخد ادويه سكر بقينا بناخد حقن، ولو فاهم. فهو سبحان الله زي ما يكون الناس مش شايفه، او بتودي وشها الناحيه الثانيه. فكتبت لي ادويه كتير جدا جدا، ادويه تسد النفس، وادويه مش عارف ايه وبتاع. واديتني ورقه دايت اللي هي المحفوظه كده كلنا عارفينها يعني، 2 بيض مسلوق والكلام ده، وصدور فراخ، والعشاء سلطه او زبادي او كده. خرجت قطعت الورقه بتاعت الادويه، بس سبت ورقه الدايت. وبعدين اختي قالت لي ليه ومش ليه، وهي دكتوره وفاهمه وبتاع، قلت لها لا مش هاخد ادويه، كله موضوع الادويه ده انا مش هاخد. فروحت البيت وبدات على الدايت. بس هي قالت لي كلمه، على فكره كلمه كويسه. هي دلوقتي ممكن ما تبقاش في العلم، دلوقتي ما تبقاش كلمه كويسه، بس ساعتها فرقت معايا، فرقت لشخصيتي. قالت لي الورقه دي فيها اكل كتير، وكان في يعني اللي هو مشويات كتير وكده، لو خدت حته شوكولاته قد كده بره الورقه يعتبر ورقه بلاش لازمه. كلمه دلوقتي مش صح، وانا مش هقولها لحد، بس ساعتها لشخصيتي انا نفعتني. ليه؟ انا شخص شويه عندي حته الالتزام عالي، فانا لما سمعت الكلمه دي خدت الورقه زي ما بيقول الكتاب بالملي، وفعلا ما بصش اي حاجه. خسيت 3 كيلو ونص في اول اسبوع، يعتبر ساعتها بالنسبه لي رقم محبط. احنا متعودين بقى ان احنا عايزين نخس ارقام كبيره ومش عارف ايه. وقالت لي بقى بوظ يوم وخد ورقه تانية وبتاع. التزمت على الورقه زي ما بيقول الكتاب، 3 كيلو ونص تانيين، 7 كيلو. وبعدين الشيطان بقى ابتدى يلعب بيا، ما عايزين نسرع بقى العمليه شويه. انا هاكل تفاح بس، ما انا جربت كل حاجه بقى، هاكل تفاح بس، يلا بينا ناكل تفاح بس. قعدت 3 ايام باكل تفاح بس. وبعدين رحت المول مع اصحابي، كان ساعتها بقى نروح نلعب بولينج وبلياردو ونشتري حاجات ومش عارف ايه وكده. وانا طالع السلم دخت، وقعت، هبطت بقى يعني، خلاص ما بتحركش. صحابي بيقولوا لي في ايه. فواحد صاحبي كان عارف ان انا عامل دايت اللي هو الغريب ده، فراح جاب لي عصير وحاجه فيها سكر. طبعا وقعت يعني. فعرفت برضو ان السكه دي مش الطف حاجه. بس نهايه الاسبوع ده او ال10 ايام دول بعد ما رحت لها كنت خاسس 8 كيلو كمان. فبقيت خاسس 15 كيلو. فابتدى 3 أسابيع كده ولا يعتبر شهر. فابتدى يبقى رقم حلو بقى، ماسك نفسه كده. فقلت كويس، حلوه السكه دي، انا كده ماشي كويس والدنيا تمام. بس ابتديت بقى احس ان الدايت ده فيه مشكله. ليه؟ كان من ضمن الورق اللي بيجي لنا يعني، اكيد عدى عليك او عدى عليك حد قال لك حاجه كده، ان انت ممكن تاكل فاكهه باي كميه. فالواحد طبعا كان يعني بياكل مكرونه بشاميل الحله لوحده او الصينيه لوحده، ففاكهه باي كميه ممكن اجيب 5-6 كيلو من حاجه واكل بجد. وده كان بيحصل لحد ما وقع حظي ان انا جبت 5 كيلو رمان وكلتهم كلهم. تعبت تعب لدرجه ان انا جالي احتباس ودخلت المستشفى. لحد وقتنا هذا الحوار ده عدى عليه تقريبا اكتر من 11-12 سنه، اكتر من كده كمان. عمري ما انسى الوجع اللي اتوجعته اليوم ده، اكتر وجع اتوجعته في حياتي، حاجه مش طبيعيه. هو مكتوب انه الفاكهه مسموحه يعني باي كميه. فطبعا انا بقول لك، انا واحد زي انا اقول لها هاكل كذا، تقول كل عايز تاكل، ما عدا تقول لك طبعا انت عارف بقى المدرسه القديمه، ما عدا الموز والمانجا والتمر والعنب. عايز تاكل بقى تفاح، عايز تاكل اناناس، عايز اي مكان. فانا كنت بغير بقى، كنت انا كل يوم اغير. فجت بقى في اليوم بتاع الرمان ده، فساعتها بقى قلت
هو انا بعمل دايت ليه اصلا؟ عشان احسن صحتي. طب هو انا كده صحتي اتحسنت؟ ما اتحسنتش. طب ما انا كنت برضه. فابتديت اقول لا، يعني كده الدنيا مش صح برضه، في حاجه غلط. فابتديت بقى احاول ان انا اعتدل شويه، اجرب شويه، اسال شويه. بس عملت حركه كانت صح ساعتها، ان انا فضلت اروح عشان اوزن كل اسبوع، عشان افضل عندي حته ان هو اشوف انا وصلت لايه، اشوف انا عملت ايه. وفضلت ماشي في البروسيس دي لحد ما خسيت مثلا 27 28 كيلو، والدنيا يعني ايه ابتدت تتحسن بشكل كبير. بس يعني بعد كده بقى حصل بقى مراحل كتير. بتقع بقى انت في النص كتير، يعني تبتدي مثلا تسافر مع اصحابك، فتحس ان هو ما انا هاكل، ما اشمعنى هم ياكلوا، وما في، واحنا ما عندناش ثقافه ان احنا نخلي بالنا، او مثلا ما ندبش قدام واحد صاحبنا عامل دايت. بالعكس، ده احنا بنزل له يعني. فهاكل يعني اكيد ضعفت، يعني مفيش حد ما بيضعفش، بس بيحصل لك موقف بترجعك بقى. يعني انا الموقف اللي رجعني في السفريه دي، انا خسيت 25 كيلو، بس انا ستيل وزني كبير جدا يعني. كنت عايز اركب جمل. وبعدين الست اللي جيت اروح اركب عندها الجمل، بصلي كده، كانت ست بدويه، قالت لي انت تخين، شوف لك جمل تاني. فجمله رخمه قوي، وانا مش متعود على الناس بقى اللي هم الستات دي، ما بيبقاش عندهم حته بقى اللي هم مش فاهمين هم بيقولوا ايه. وبعدين رحت لواحد تاني فبقول له عايز اروح هناك، فقال لي هو الجمل مش هيطلع اصلا، وما طلعش الجمل بيا. فمواقف، فاللي هو ايه، بيقعد بقى دماغك ايه تلعب، فاقول لا انا هرجع اكمل. انت فاهمني؟ تنزل وهكذا، يعني بتقعد تروح وتيجي، تروح وتيجي. لما دخلت الجامعه كنت اوريدي خسيت رقم كويس قوي، حاجه 30 كيلو مثلا. فانا شايف واصحابي بتوع المدرسه واهلي انا عامل انجاز، بس انا داخل الجامعه الناس شايفين تخين. فانت اكنك ما عملتش حاجه، انت اكنك ما بداتش اصلا. وبعدين انا كنتش واخد على التطور في المدرسه يعني بشكل كبير، بل بالعكس، انا بقول لك كنت واخد وضع كويس جدا. بس في الجامعه بقى مفيش الكلام ده، الناس ما تعرفكش، ودكاتره يعني ممكن يبقى دكتور جامعه عليك، وساعتها كانش في حاجه اسمها تنمر، يعني عشان نبقى عارفين ما كانش في حاجه اسمها تنمر اصلا. وكان بيبقى هزار وسف وبتاع، فممكن الدكتور يطلعك على المسرح قدام الليكتشر فيها 70 80 واحد. انت فاهمني؟ فاللي هو انت طلعت على المسرح بقى خلاص. فقلت لا، يعني الموضوع بقى لازم يكمل. النقطه الفاصله عدوله صاحبي، حتى كنت عملت فيديو بتكلم عن عدوله صاحبي ده. كان هو بقى اول واحد فينا عمل فورمه كويسه ايام الجامعه، واول واحد فينا ابتدى يفهم في الاكل وكده، وابتدى يشتغل زي بارت تايم كوتش كده. فرحت له ورقه فلوس كاب كده طلعها، قال لي انت جاي، انت واكل ايه وانت جاي؟ انا قلت له عايز اتمرن. كنت بقى ساعتها حاجه مهمه قوي نسيتها. ساعتها الدكاتره كان عندهم كونسبت، دكاتره المدرسه القديمه، اللي هو ما تتمرنش لو عايز تخس. ما تروحش الجيم، اخرك تتمشى او تلعب كارديو كده وخلاص. زمان ما كنتش فاهم هم ليه بيقولوا كده، بس فهمت. يعني هو بيبقى خايف مثلا ان انت تزيد ماسلز، فتيجي تقف على الميزان تلاقي نفسك زايد، ما تكملش. او هو بيبقى شايف ان انت وزنك اوفر قوي، فده ما ينفعلوش الرياضه، ودي برضو غلط. بالعكس يعني، بل بالعكس كمان، ده انت الكارديو اللي انت بتطلبيه بيه غلط. كل ما تكون اوفر ويت، كل ما الاحسن حاجه ليك ريزيستنس تريننج، عكس ما الناس فاكره. ده انا اوفر ويت هروح اجري على المشايه، اروح اعمل مش عارف ايه، هنزل. احسن حاجه لحد اوفر ويت انه يتمرن ريزيستنس تريننج. كل ما وزنك يعلى كل ما تتمرن وانت قاعد. يعني خلينا ندي مثال، انا قاعد على الكرسي اهو، انا 200 كيلو، هعمل كده بالدمبلز، هرفع رجلي وانزلها. لكن انا وزني 200 كيلو، هروح اجري؟ لا اكيد، هروح على البايك. فهو ما تفهمش هو الصراحه يعني كانت انهي طريقه تفكيري اللي تقول كده. المهم، فما كنتش بتمرن، وكنت بسمع كلام بقى فعلا، واروح اقعد اطلع السلم واتنطط في التراك وبتاع. كل ده كان غلط، غلط على المفاصل جدا جدا. اسوأ حاجه على المفاصل انك وانت زياده في الوزن تقعد تجري وكده. فنرجع تاني للعدوله. ورقه فلوس كاب كذا كذا. انت اكلت ايه النهارده؟ قلت له فطرت 2 بيض مسلوق، واتغديت 4 برجر. كان برجر اللي هو المعلب ده كانوا بيكتبوه عادي في الدايت زمان، وعليهم مش عارف ايه، وخدت 1 توست وبس. وفي بالليل في العشاء هاخد زبادي. قال لي انت كويس ان انت جاي لحد هنا ماشي، انت فيك نفس اصلا تعمل حاجه، مستحيل تتمرن ولا هتشيل اوزان ولا تعمل حاجه.
قام جايب ورقه قال لي كل مش عارف شوفان وحط عليه عسل، كل مكسرات، خد تمر مش عارف ايه، خد رز مسلوق خد بطاطس. قلت له ايه يا ابني انت بتكتبه ده؟ عسل؟ ده جريمه. هاخد رز بطاطس؟ لا طب انا كده هتخن تاني وبتاع. قال لي يا ابني مفيش الكلام ده، اسمع مني بس وجرب. فانا قلت انا هخسر ايه، انا هجرب الورقه دي اسبوع. عملت الدايت ده، لقيت مزاجي احسن وابتديت اتمرن. اكيد مش بتمرن كويس بس بتمرن، وخسيت. قلت ايه ده؟ طب وليه كانت ليه العذاب ده كله؟ وليه ليه اللي انا كنت بعمله؟ من هنا بقى بدات طريقه تفكيري وطريقه تفكيري تتغير وابتديت احب التمرين اكتر، وابتديت ان انا احط في دماغي ان الاكل مش غلط، بس فكره ان ايه، دايما يعني بيقولوا في اي كورس ليه علاقه بالنيوتريشن، اي حاجه ليها علاقه بالنيوتريشن، باك تو ايرث، اي حاجه راجعه للارض كويس. فهو اي حاجه ربنا خلقها بقيت باكلها بس بالكميات اللي تناسبني. فبقت دي قاعده عندي عامه، اي حاجه طبيعيه هي كويسه مهما كانت، واي حاجه مش طبيعيه هي مش كويسه مهما كانت. فبقى ده كونسبت عندي يعني من ساعتها بس. طب اكيد يعني 80 كيلو اكيد مريت بعقبات بتحديات، فايه التحديات اللي واجهتها اللي كانت تمنعك بشكل كبير؟ يعني انت ذكرت انه الناس يعني اصحابك لما تطلع مع اصحابك يعني تشوفهم ياكلوا وجبه اكيد حتضعف وتاكل معاهم. طب ايه العقبات الاخرى اللي واجهتها؟ بشوف ان دايما اكتر حاجه كانت رخمه ان انت وزين البروسيس وانت بتحاول في تريقه. يعني سيبني اجرب، يعني يجي واحد يقول لك بس صعب لازم اعمل ايه يا عم؟ طب ما انا بحاول، ما تسيبني احاول. دي كنت بشوفها ان هي ارخم حاجه، اللي هو يا تشجعني يا تسكت. صح. لكنك تبقى شايف ان انا بحاول وتتريق ويقول لك ايه ده انت مش تاكل ليه؟ مش ايه يا عم عامل دايت ولا ايه؟ يا عم عامل دايت، سيبني يعني مجاز ربنا وفقني يعني. فدي بشوفها ان هي كانت من ارخم الحاجات، حته اللي هو ايه التريقه على ان انا بحاول. ممكن يكون من الحاجات اللي كانت رخمه بالنسبه لي في الاول بس بعد كده بقتش رخمه خالص، المناسبات. ان انا صعب قوي ان انا في مناسبه وتجمع ان انا امسك نفسي قدام الاكل، بقول ايه ده، لا انا عايز اكل من ده وعايز اكل من ده وعايز اكل من ده. كانت في الاول بالنسبه لي رخمه، بعد كده الموضوع بالتدريج اختلف خالص، لدرجه ان انا بقيت ممكن اروح عند الناس وانا معزوم في رمضان مثلا باكلي، معايا علبه الاكل بتاعتي الرز والفراخ وبتاع باكلي، ومعايا قهوتي ومعايا كده. طب ما بتكسفش. طب واكيد بتسمع من هنا كلمه ايه ده في الاول. يعني انت ممكن في الاول لو ما رضيتش تاكل او ما رضيتش انت ايه يا عم الكلام مش عاجبك، ايه قله الذوق دي مش عارف يعني، اكيد ما بتقالش قله ذوق بس اللي هو ايه فيما معناه. طب دوق دي، طب انت ما بتحبش اكلي مش عارف ايه، هو انا اكلي مش حلو؟ فبيبقى فيه بريشر في الاول. صح. بعد فتره ممكن مصر اصرار رهيب واخد اكلك معاك واخد قرارك، بيبتدوا يحترموك، فيبتدوا يعملوا لك صنف او صنفين صنف او صنفين ينفعوك، يبتدوا ان هم ما يضغطوش عليك. فخلاص بيبتدوا. امتى بقى بيبتدوا يعملوا كده؟ لما يلاقوا نتيجه. ما هو كان بيسف او كان مش شايف او مش عارف انت بتعمل كده ليه. فلا واحد ايه ده، ما جيت له رمضان اللي فات، جيت له رمضان ده ما عرفنيش اصلا. فبقى خلاص بقى، ما هو الناس بتسكت لما بيلاقي نتائج. فخلاص بقى في احترام شديد للموضوع ده. خسرتني حاجات كتير الصراحه، خسرتني حاجات كتير. بص بصراحه، انت علشان تخس لازم يبقى عندك روتين قوي جدا، روتين قوي بمعنى روتين قوي، لانك كل ما هتكون بتاكل في ميعاد معين كل ما جسمك هياخد على انك بتبقى جعان في الوقت ده ومش جعان في الوقت ده. كل ما هتكون ملتزم انك بتاكل في البيت وتتعود على كده كل ما يكون احسن لك. للاسف ده بيخسرك حياه اجتماعيه كتير. في قعده كده انت بتفتقدها، قعده اللي هو احنا قاعدين على القهوه فطلبنا اكل، ما انت مش في الليل، انت مش معانا. قعده ان احنا خارجين وكله طلب اكل وانت مش موجود. فكده كده حياتك الاجتماعيه هتأثر.
هتخس من غير ما تحس، دايت من غير حرمان، التوازن. يعني انا من اكتر حاجات اللي بتضايقني دلوقتي فكره تلاقي حد مثلا عامل بروفايل على الانستجرام الحياه توازن، وايه المشكله لما تاكل سكر كل يوم بس تبقى حاسب وسط مش عارف. الكلام ده حلو قوي لو انت او انت مولود عندك يعني وانت صغيره كان عندك 43 كيلو وانت عمرك ما شفتي يعني ايه اوبيستي وعمرك ما شفتي يعني ايه مقاومه انسولين، فانت واصله لمرحله اللي هو بتتكلمي عن نفسك. دي مش الحياه. هقول لك على حاجه يعني لان بجد البيجز دي بتضايقني شويه. في ناس وانا واحد منهم، لو خدت حته بسبوسه صغيره وانا مش واعي انا بعمل ايه، انا هخلص الصينيه كلها. فمش كل حاجه تنفع لكل الناس. البالانس ده ممكن يكون ينفع لجزء اللي هو مش بيحب السكريات قوي، مش بيحب الفاست فود قوي، معدته مش واسعه قوي. لكن حد هو اوريدي عنده هيستوري ليه علاقه بالاوفر ويت وليه علاقه بمقاومه الانسولين وكده، مش هتنفعه. فلازم نبقى عارفين احنا بنقول ايه. ولازم نبقى عارفين ان احنا نضحي. انا اكتر حاجه بتضايقني من الناس عامه اللي عايزه تخس، مش انه مش عارف يخس، لا، ما احنا كلنا بنبقى مش عارفين نخس. وانا حاولت مره واثنين وثلاثه وعشرة وفشلت مليون مره، وده طبيعي ودي الحياه. اللي بيضايقني ان هو عايز يخس بسهوله. مش هيحصل. يعني ايه اللي انت خدته في حياتك بسهوله؟ مفيش. يعني عايز تبقى دكتور وعايز تبقى هتذاكر، عايز تترقى في الشغل هتطحن، عايز تعمل فلوس هتمسك نفسك. ليه بقى بتيجي عند حته انك عايز تخس وبتدور على او تقعد تجيب ايدك من هنا وتجيب ودنك من هنا وتبص في السقف، طب اخد حقنه، طب اعمل عمليه؟ برضو هترجع تعمل دايت وبرضو هترجع تتمرن، وملهاش طريق تاني وملهاش شورت كات. بدليل 70% من الناس اللي بتعمل عمليات و80 و90% من الناس اللي بتاخد حقن لما بيوقفوها بيرجعوا تاني، وممكن يرجعوا اسوأ من الاول. فانت ليه ما فكرتش هو رجع اسوأ من الاول؟ لان هو رجع ياكل. طب هو ليه رجع ياكل؟ لان هو ما بناش هابت. طب هو ليه ما بناش هابت؟ عشان هو قطع الطريق. طب هو هينفع؟ لا مش هينفع. بيقوم عامل ايه بقى؟ هو دلوقتي كان اوفر ويت جدا، عمل عمليه قص جزء من معدته، ما بقاش يهضم البروتين بس بقى بيهضم ايه؟ السوائل، السكر، الكربوهيدرات. فبقى بياكل من دي كتير، فبقى بيتخن. بس كمان ده تخن دهون من غير عضلات، فخسر عضلاته وخسر دهونه. فميك سنس. يعني انت ليه بتعمل كده؟ انت فاهم؟ فالطريق رقم واحد انك تخس انك تعرف انك هتدفع الثمن. تدفع ثمن حاجات كتير وطبيعي. يعني لازم تبقى عارف اصل انت في الاول وفي الاخر انت عايز حاجه مهمه جدا. انت عايز صحتك، عايز شكلك، وعايز كمان ثقتك بنفسك تزيد. انت عايز حياتك، فمش هتدفع ثمن؟ هتدفع الثمن طبعا. اكيد طبعا، اكيد. وجوده الحياه بشكل عام يعني، نفسيتك. صح صح. انا بشوف حاجات بسبب الزياده في الوزن بجد يعني تخض. الناس واصله لمرحله بسبب الزياده في الوزن. ناس والله ما ببالغ بيبعتوا لي ان هم بيفكروا في الانتحار بسبب كلام اهليهم ليهم. يعني انا في واحده بعتت لي على الانستجرام، انا مامتي بتقول لي انت مش بني ادمه، انت حتى مش حيوانه. انت متخيل الكلمه؟ انت حاجه انا ما اعرفهاش. ما هو الحيوان ما بتبقاش جسمها بالطريقه دي. مامتها، مش بقول لك صاحبتها ولا واحده بتكرهها، مامتها. يا الله، والله العظيم زي ما بقول لك كده. فاحنا واصلين لحته ان احنا مش فاهمين قد ايه الموضوع خطير. شوف انا كنت اوفر ويت وكنت يعني في اخر مراحل الاوفر ويت، بس بجد لما تسمع قصص بتتخض. يعني يعني اللي مش عارفه ترتبط، اللي عنده مشاكل مع خطيبته، اللي فالموضوع مهم. والحمد لله ان الفتره الاخيره ظهر ناس كتير بتتكلم في المواضيع دي. وهي حته النفسيه دي حتى صعبه للاوفر ويت بصراحه. يعني بيعاني، يعني اشوفهم يعني بصراحه يعني متعب جدا، ومتعب لهم بدايتهم. حتى البدايه صعبه، يعني ممكن ما في حد بيوجههم مثلا. يعني ابدا ازاي؟ يعني زي ما رحت انت في البدايه، الورقه ذي لسته ادويه اغلبها ملهاش داعي، ملهاش اي داعي، ممكن بتاثر عليك سلبا. فهم تايهين والله بصراحه.
فاحنا يعني ان شاء الله مع الحلقه دي ان شاء الله نوجههم للطريقه الصحيحه باذن الله. فكوتش يعني انت ذكرت الحين النظام الغذائي انك كنت ماشي لغايه 30 كيلو، نزلت 30 كيلو تقريبا، بعديها صاحبك اللي كان مهتم بالتغذيه يعني رجحك انك ممكن تتناول اكلات طبيعيه من ضمن سعراتك الحراريه، وبعديها كملت على المشوار ذا، صح؟ صح. تمام. طيب بالنسبه للتمرين، انت كنت تتمرن اللي هو التمارين الهوائيه التريدميل انا كنت بتمرن قصدك اللي هو معروف عندنا في مصر كارديو. بس بدأت بقى افهم ان انا لو عايز ما يحصلش ترهلات، ان انا لو عايز اشد جسمي، لا انا طريقي ان اعمل ميكس ما بين الاثنين، ويبقى 70% ريزيستنس تريننج او حديد يعني، و30% كارديو. امتى عرفت النقطه دي؟ متاخر يعني عرفته لانه ما شاء الله عليك مش مبين انه عندك ترهلات، فادينا السر. ما يعني تمام. هقول جمله كليشيه قوي بس هي حقيقه. الموضوع ده عايز كونسيستنسي بشكل وديسيبلين رهيب. يعني لو انت عايز حته ان الترهلات ما تبقاش موجوده، فمش فكره انك تخس بقى، فكره انك تعيش حياه صحيه بكل معنى الكلمه. انك بتشرب ميه كويس قوي، انك بتتعرض للشمس، انك مركز انك بتاخد فيتامين سي، ان فيتامين دي بتاعك كويس، انك بتليفت ويت، وانك بتتحسن في الليفتنج وتحسن في الويتس بتاعتك، انك بتاكل بروتين كفايه، مش بس عامل كالوريك ديفيسيت او عجز في السعرات، لا انت عارف انت البروتين بتاعك قد ايه، عارف الفاتس بتاعتك قد ايه، عارف الكارب بتاعك قد ايه. مش بتاكل مثلا انا مثلا المفروض باكل 2800 علشان اخس، وده رقم بجد يعني. 2800 رقم بيخسسني لحد دلوقتي. ال 2800 دول مش رقم كده مبهم، لا انا بقسمهم، بقول والله انا مثلا عايز ان اشد جسمي وعايز ان انا يبقى عندي ماسلز كويس. انا 40% كنت بتكلم في 40 و50% ساعات بروتين، و25% فاتس، و25% كارب. وعلى فكره 25% فاتس والكارب دول كانت ارقام كبيره بالنسبه لي، لان هو 2800 اصلا رقم كبير. يعني انا لو قلت لك 2800 انت ممكن تاكل بيهم ايه تتخض وبخس. وبالمناسبه دي اكتر جمله بتجيلي من ساعه ما بدات بالصدفه لحد امبارح، لا لحد قبل ما اخش لك هنا. الاكل كتير قوي، هو انا هخس على الاكل ده؟ هتخس على الاكل ده، لان يا جماعه ال 1700 وال 1800 وال 2000 من اكل صحي هم قد كده، وال 2000 من اكل مش صحي هم قد كده. فهتخس، وهتخس جدا كمان، وهتحس انك شبعان، وهتبني ماسلز. فحته ان انت تبقى عارف انت الكالوريز بتاعتك دي متوزعه ازاي وليه، دي مهم. الويتس مهمه جدا جدا جدا. بتنام كويس، بتنام بدري، انت خلاص انت حياتك بقت متمحوره ناحيه الحياه الصحيه، ودي مش وحش، والروتين مش وحش. بس زي ما قلنا قبل كده، روتينك اللي كده ده بيخسرك حاجات تانية، زي قعده الصحاب، زي ان انت تبقى في مناسبات مش عارف. انا مثلا باجي ابص في الساعه كده الساعه 10 ونص 11 والقعده لسه بتبتدي. طب يا جماعه انا مش رخامه، بس انا خلاص روتيني بقى اقوى مني. بنام وبصحى متقدر، يعني انا جربت بصحى تاني يوم مش عارف اعمل اي حاجه، فخلاص انا تمام وانا مرتاح كده. بس هو بيبقى شايف ان انت حياتك ممله. انا دفعت كتير قوي عشان حياتي تبقى ممله كده، يعني انا مبسوط ان انا حياتي ممله. بالعكس انا مهما وصلت لاي حاجه انا عايزها، انا هبقى عايز ان انا تبقى حياتي روتينيه ممله بالوضع ده. الحياه الممله دي اللي الناس بتبقى شايفاها بتاعت الدايت دي حياه ممله، دي حياه حلوه جدا. انت بتعمل كل حاجه وانت مش حاسس. عارف اللي سايق وهو عارف الطريق، او طياره وخلاص انت شايل ايدك، انت عارف ان انت هتصحى الصبح وتصحى لوحدك، عارف ان انت هتشرب القهوه دلوقتي، عارف انك هتفطر كمان متاخر، عارف انك وانت بتستحمى هتتوضى عشان هتصلي. فبتلاقي عارف ان النهارده جيم، عارف ان النهارده اجازه، عارف ان النهارده اوف. فبتلاقي الدنيا ماشيه لوحدها خالص. عكس واحد ايه الكلام على ايه، طب احنا هناكل ايه النهارده، طب ايه النهارده هنعمل، انا نروح نقعد على القهوه دي ولا فهي بتبقى كده، الموضوع بيبقى ماشي كده. كوتش حسن حساباته راح اضعها بصندوق الوصف، فاول تعليق بيقدم نصائح عديده جدا بشكل يومي تساعدنا بنزول الوزن
وبرضو نصائح مهمة جدا بالتمارين الرياضية، فانصحكم تتابعوه بشدة. انا شخصيا استفيد منه بمواضيع يطرحها بحساباته. طيب انا اللي فهمته منك كوتش حسن انك ضد انك تاكل اكل غير صحي ضمن نطاق سعراتك. تمام. هنرجع لاول حاجه اتكلمنا فيها خالص، مفيش حاجه بتنفع كل الناس. يعني انا بيجي لي واحد يقول لي انا ما بعرفش اعيش من غير عيش، ما بعرفش اعيش من غير مكرونه. هل انا دلوقتي هقول له لا هنقطع عيش وهنقطع المكرونه وهتاكل بطاطس وبطاطا ورز؟ مش، ما هو مش هيجي، مش هيكمل، مش هيوصل. بس نبتدي بقى نعمل ايه؟ ازود بقى عنده الوعي. هو كويس، انا احطه لك، بس هو مش احسن حاجه، واحط له بدايل، اقول له جربها، او بص خلي ده يومين والبطاطس يومين، خلي ده 3 وخلي دي 4، لحد ما يبتدي الفكره تقل. او اقول له طب ما تجرب بديل العيش اللي هو مثلا معمول بدقيق الشوفان، او جرب مثلا العيش اللي هو ما فيهوش دقيق ابيض دقيق ابيض وسكر، وهكذا. تبتدي ان انت تحاول انك تغير له النمط سنه سنه. ده غير ان الحياه طبعا فيها متعه، يعني مش كل الناس لازم تبقى زيي. انا خلاص وصلت لمرحله ان انا متعتي في كده، يعني انا وصلت لمرحله ان انا مش عايز اكل عيش، ما بحبش العيش، بحب البطاطس قوي، بحب البطاطا قوي، بحب الرز قوي. لكن هل الناس كلها المفروض انها تبقى زيي؟ لا. بس انت النهارده اكلت عيش، مش لازم كل يوم تاكل عيش. النهارده خدت حاجه فيها سكر، طبيعي، في مناسبات وفي اعياد وفي كل الكلام ده، على عيني وعلى راسي، بس ما يبقاش ده بقى الطبيعي بتاعك. طب وبعدين اقول لك على حاجه، طب وانت ليه تاخد حاجه فيها سكر؟ انت عايز تاكل شوكولاته؟ طب ما بقى في بدائل صحيه، ما تاخد شوكولاته بسكر ستيفيا. طب انت عايز تاخد مثلا ده انا من ضمن الفيديوهات اللي عملتها كنت مره عملت كرواسون صحي، انا نفسي كنت مبهور، ايه ده، هو ده ينفع اصلا؟ مش هقول لك ان هو طعمه احلى من بس لما يديك 70 80% من تبقى راضي 70 80%، بس حافظت على صحتك 100 100. فلا يعني في دلوقتي بدايل، في وعي، في وصفات. بالعكس انت دلوقتي تخش السوبر ماركت جلوتين فري، فيجن، سكر ستيفيا، حاجات كلها بدائل صحيه. فبقى في وعي غير زمان. زمان ما كانش في حاجه اسمها ان انت تخش حته تلاقي اصلا اكل صحي والكلام ده، ما كانش. يعني ايه سكر ستيفيا ده اصلا؟ فاهمني؟ فلا الدنيا اختلفت، ودلوقتي انت تقدر تعيش كويس قوي بنسبه توازن عاليه جدا. تقدر ان انت تبقى 85% من حياتك تبقى ماشي كويس، 80% من حياتك تبقى ماشي كويس، وال 20% دي عادي. يعني انا بحب البيتزا قوي، عادي بيجي عليا وقت بقول انا هاكل بيتزا، انا ليه مزاج اكل بيتزا النهارده، هيحصل حاجه؟ بس مش طول اليوم بقى باكل بيتزا، مش طول الاسبوع باكل. لا، هو مثلا انا النهارده التشيت ميل بتاعتي بس خدت بيتزا، وبعدين جيت في العشاء عادي البروتين بتاعي والرز. بس لو انت بقى بتسالني الترهلات احنا قلنا بقى ان هو موضوع عايز تكمله. هو الموضوع فضل كل مره اعرف معلومه جديده، كل يوم اسال حد. يعني انا كنت بقى ايه، اقعد ابص كده، هو ليه ده جسمه كويس؟ ده بيعمل كذا وكذا وكذا وكذا. مثلا اروح اسال كوتش، هو ايه المفروض اعمل كذا. اقعد بقى ايه، مثلا الاقي حد على القهوه مثلا من اصحابنا ابتدى يروح الجيم، طب انت بتاخد ايه، طب انت بتعمل ايه. فابتديت بقى ايه، النت بقى ابتدى ينتشر شويه، ابتديت اخش على اليوتيوب اكتب مثلا ازاي اعمل كذا، ازاي اعمل كذا. ابتدت الدنيا توضح بقى، وابتدى يظهر ناس عندهم وعي. والميزه في الفتره اخر 10 سنين ان ابتدت ناس في مصر يتعلموا بره، ياخدوا كورسات من بره، يعني زي اللي انا ابتديت اخدها او ان انا خدتها اوريدي من فتره يعني. فابتدى بقى ايه ده في مدرسه تانية بتقول ان احنا ممكن ناكل سعرات اعلى، ان ده مش صح، ايه ده التمرين مفيد. فابتدى كل يوم اعرف معلومه، كل يوم اعرف معلومه، ولحد دلوقتي كل يوم بعرف معلومه. لحد ما انت بتوصل لحته ما بتبقاش فارق معاك بقى. انا مش فارق معايا، انا عايز اخس. يعني انا بعد 50 60 كيلو انت بتطمع ان انت عايز تبقى شكلك احسن، بس انت خلاص ده هو دي حياتي. مش هروح الجيم ولا اروح فين؟ مش هاكل صحي، امال هاكل ايه؟ يعني انا جت عليا فترات كنت ببقى عايز ابوظ، هو انا المفروض اكل ايه؟ طب بوظت بتعب. يعني اجي الاقي نفسي مثلا اكلت حاجه مقليه ولا بتاع، اليوم كله تعبان. طب على ايه؟ بلاش،
فانت امتى بتعرف ان انت خلاص كده الدنيا تمام، ان انت خسيت ومش هترجع تاني؟ لان ناس كتير بتخس وترجع تاني. صح. لما توصل للمرحله ان انت مش بتعمل كده عشان تخس، انت بتعمل كده عشان دي حياتك، ودي للاسف مش بتوصل لها الا بعد فتره طويله منك في المشوار بقى. خلاص دايما بيقول لك مفيش حد بيمشي اكتر من الناس اللي بتحب المشي. انا بقيت بحب الحياه دي، هي نفس الفكره. لكن لو انت بتمشي عشان انت رايح العنوان الفلاني مش هتوصل، هتوصل وممكن ترجع تاني. لكن انت ماشي كده خلاص وده طريقك. فدايما يعني مثلا كان معايا ناس من اللي بتتابع معايا اونلاين مثلا، وايام ما كنت بدي اون جراوند، تقول لها خدي مثلا عايز تاخدي تشيت ميل، تاخد تشيت ميل، تاخد تشيت ميل، تقول لي انا اكلت وحسيت ان انا متضايق. انا ليه كلت؟ ما اتبسطتش يعني، انا ما اتبسطتش. اقول لها تمام شكرا، احنا كده مش محتاجين نكمل مع بعض، انت كده وصلتي. مش وصلت انك خسيتي، وصلت ان خلاص بقى هي دي دماغك. والله كانت بتجي لي واحده تقول لي جالها كورونا، فاياميها كنا بنتمرن اون جراوند، بقت بتمرن في البيت تقول لي انا بهرش عايز اتمرن. دي المراحل دي، انك وصلت للحته دي كده شكرا دكتور انت تمام. هي دي الحته اللي خلاص انا بتاكد ان اللي قدامي ده مش عايز حاجه. لكن فاضل له 5 كيلو 6 كيلو ما هيجيبهم، الطريق ما هو ماشي في طريق. بس هي دي الفكره. فضلت بقى اجرب حته ان انا كل يعني انا جربت كل انواع الدايت جربتها. لكن في الاخر وصلت لمرحله ان انا عرفت ان انا عايز جسمي يبقى كويس مش عايز اخس. فابتديت اركز في حته الماكروز، قد ايه بروتين زي ما قلنا، قد ايه فاتس، قد ايه كارب. باخد سعرات اقل من السعرات اللي جسمي محتاجها، مش بنسبه كبيره، 15%، 20%. يوم ما اكون يعني خلاص 25%، مش اللي هو بقى المفروض انا بحرق مثلا 4000 او واخد 2000. لا، انت بتحرق 4000 في اليوم، كل 3.5 هتخس، كل 300. فهي دي الفكره الاساسيه اللي انا بقيت قايم عليها. فخليني اقول لك، لو انت بتسالني سؤال، انا عارف اللي هو الناس دلوقتي هو ده عمل ايه عشان يخس. خليني اقول لك ان افضل اشياء من وجهه نظري ونفعت معايا، بس مش شرط تنفع مع كل الناس، بس هتنفع مع 60-70% من الناس. رقم 1 كالوريك ديفيسيت، عجز من السعرات. فده معناه ايه؟ لازم تبقى عارف جسمك بيحرق قد ايه عشان تبقى عارف ايه هو العجز. يعني لازم تبقى عارف الحته دي. تاني حاجه الماكروز بتاعتك تبقى عارفها، تبقى عارف انت بتاكل قد ايه بروتين، كارب، فات. تالت حاجه انك تدخل التمرين في روتينك. لازم. هتقولي عشان اخس، هقول لك لا، انت ممكن تخس من غير ما تتمرن، مستحيل تكمل من غير ما تتمرن. التمرين هو اللي هيعمل فريم لحياتك، هو اللي هيعمل فريم يخليك تكمل، هو اللي هيعمل فريم يحببك في الدايت، وهو اللي هيعوض العامل النفسي اللي كان الاكل بيديهولك واللي كان السكر بيديهولك. فالتمرين هو ضمانه انك تكمل على الدايت، مش فكره بس انك تخس ولا انه يشد لك الترهلات. لو كارب حاجه كويسه جدا، وانا من انواع الدايت اللي بحترمها جدا، لان هو بيديك ميزه حلوه في الكيتو، وفي نفس الوقت خارجته مش صعبه زي الكيتو. فانت اكنك خدت مميزات ده ومميزات ده، وفي نفس الوقت انت مبسوط وممكن تجين ماسلز. مش هقول لك على الاقل ممكن تحافظ على الماسلز بتاعتك. فاللو كارب كويس قوي. الصيام متقطع كويس جدا جدا جدا. وحتى لو مش هتصوم صيام رمضان، يعني ممكن تشرب ميه، ممكن تشرب قهوه، ممكن تشرب اي حاجه من غير سكر، بس مش عصاير ولبن. فالصيام متقطع كويس جدا وبيسد نفسك. ومن الحاجات اللي على فكره بتحسن شيب الجسم وبتقلل الدهون في المناطق العنيده. تلاقي واحد مثلا عمل صيام متقطع وعمل نفس الدايت اللي كان عامله من غير صيام متقطع، هنا خس وهنا خس، بس هنا الدهون اللي في بطنه قلت، هنا الدهون اللي في جنابه قلت. ليه؟ بسبب الصيام المتقطع. زائد بقى ان انت يعني تهتم اوفرول بالحاجات بقى اللي جنبهم، اللي هو ايه؟ الميه، الفيتامينز، النوم. الحاجات دي ممكن تبقاش خد بالك منها، بس هي مهمه جدا. الاسترس، يعني لازم والاسترس بالذات لو انت عايز تخس. وانا ليا تجربه في الحته دي، جت من فتره قريبه بقى، يعني ده ممكن يكون من 2 سنين. زدت 15 كيلو كده يعني، الحياه وبتاع ومش عارف ايه، وكان جالي اصابه وما بقتش اتمرن كويس وبتاع.
فجالي ستريس اللي هو لا ما ينفعش انا ازيد وبتاع وشكلي وانا بمرن جروب سيشنز ناس كتير وبتاع، فما ينفعش ابقى في سيشن. فبجالي بقى ستريس من الحوار ده، انا لازم اخس بسرعه، يعني لازم اخس بسرعه، وبقيت بعمل نفس الحاجات اللي انا طول عمري بعملها وما بخسش. الله، ما ايه، ما 1+1=2، ايه، ما هو ده اللي انا كنت ماشي عليه، لان ليه ما بخسش. سبحان الله اكتشفت ان لما طلعت الموضوع من دماغي وهديت خسيت. فالستريس بيفرق جدا. فده يعني لو حد عايز يبتدي من حته كويسه يبتدي من الحته دي، لو كارب، كالوريك ديفيسيت، تمرين، الحاجات اللي حواليه بس. كوتش احنا نبغى نستفيد من علمك، تمام، لانك انت اكثر من مجرد مجرب، يعني انت يعني لك باع بالتغذيه والتمرين. فخلينا يعني ممكن في بعض المعلومات اللي هو يعني دارجه بهدف نزول الوزن، اللي هي قطع النشويات، الكاربس. هل طريقه صحيحه انه الواحد يقطع النشويات بهدف نزول الوزن؟ الواحد سبحان الله كل ما يفتكر ان في حاجات انتهت بتفضل موجوده. يعني انا دايما بقول ايه، هو لسه في حد بيسأل السؤال ده؟ هو لسه في حد بيقطع كارب؟ معقوله؟ عارف اللي هو ازاي؟ ما هو طب ما في 500 واحد طلع قال لك الكلام ده مش صح، طب ما في 500 واحد عمل العكس ونجح. فللاسف لسه الافكار دي موجوده. فلا طبعا بالعكس، انت لما هتقطع كارب ممكن تخش في مرحله الكيتو. ومشكله الكيتو هو كويس في حالات كويسه قوي، بس لما تيجي تخرج بقى هتخرج ازاي؟ احنا هنا في المجتمع العربي، هتقعد عمرك كله ولا تاكل رز ولا فاكهه ولا مكرونه ولا بتاع؟ مستحيل. فبيبتدي الموضوع يحصل ريباوند كبير قوي للوزن ومشاكل وبتاع. فما توصل، ما تدخلش نفسك في الحته دي. خير الامور الوسط. اي قاعده، بص قاعده بقى خدها عامه كده، اي حاجه خلقها ربنا كل منها باعتدال، بس يكون ربنا اللي خلقها. ما تروحش مثلا تشرب بيبسي وتقول لا، يعني اي مكان بقى وتقول لي ما ربنا، ما تروحش تاكل سكر وتقول لي ربنا خلق السكر. لا، ده الانسان دخل فيه. فما تقوليش ان الحاجات دي اكل منها باعتدال. لا، اللي تاكل منه باعتدال الحاجات اللي ربنا خلقها بس. طب ذكرت نقطه مهمه جدا، اللي هو بعد ما نزلت الوزن قدرت تحافظ على الوزن، وذكرت انه اشخاص كثيرين للاسف استرجعوا الوزن السابق. فادينا النصائح اللي تساعدنا على الحفاظ على النتائج بعد نزول الوزن. زي ما قلت لك، اوصل لمرحله ان انت مستمتع باللي انت بتعمله. اوصل لمرحله ان عارف هو ايه، عارف ايه فكره ان دلوقتي الانسان بيتعب قوي لما ينزل الجيم ويعمل دايت، صح؟ بيتعب، بيحس ان جسمه مكسر، وبيحس ان هو مش الاكل ده مالوش طعم. لما توصل لمرحله ان جسمك يكسر انك ما رحتش الجيم، ان دماغك توجعك ان انت ما تمشيتش النهارده، ولا ان انت عملت اي اكتيفيتيز النهارده، ووصلت لمرحله ان انت لما بتاكل الاكل بتاع الفاست فود والحاجات اللي فيها سكر بتتعب ومزاجك ما يبقاش حلو، اعرف ان انت كده عمرك ما هترجع. طب انت عشان توصل للمرحله دي محتاج ايه؟ محتاج تكمل فتره طويله، ومحتاج ان انت تجرب وتبقى ذكي، تجرب وصفات اكل صحيه، تجرب ان انت منتجات صحيه موجوده في السوبر ماركت. واكتر حاجه بتخلي الناس ترجع اليوم الفري. عارف انت لو مسكت نفسك على اليوم الفري ده 30 يوم 40 يوم هيفرق في رحلتك بشكل كبير جدا، لان هو ده اليوم اللي كل شويه انت خلاص ماشي كويس يوم رجعك، ماشي كويس يوم رجعك. وفي ناس اليوم الفري بيقلب معاهم شهر فري. في ناس راحت ما رجعتش، في ناس قالت لي انا هاخد يوم فري ما بيردوش على الواتساب دلوقتي. فهو لازم تبقى عارف ان انت كل ما هتكنترول الحته دي، وكل ما هتمشي فتره طويله في طريقك وتوصل لمرحله ان دي حياتك، هو ده انت كده نجحت. هتتخن 3 كيلو، هتنزل 3 كيلو، هتكسل يوم، بس اوفرول السنه انت 70% ماشي كويس، 80% ماشي كويس خلاص. بس كوتش ذكرت انك بتحب البيتزا، يعني ساعات بتتناول البيتزا. اكيد. طب امتى الواحد مثلا بيكافئ نفسه بيتناول الوجبه اللي بيفضلها؟ انا مش ماشي بنظام المكافاه، لان من ضمن الغلطات اللي عندنا هنا في مجتمعنا العربي ان المكافاه اكل. انا ما بكافئش نفسي بالاكل، انا بكافئ نفسي بحاجات كتير قوي مش من ضمنها الاكل. بس خلينا نقول انا امتى باكل البيتزا؟ لما نفسي فيها بقى وخلاص. يعني انا دلوقتي قاعد بفكر فيها، ودي من ضمن الحاجات اللي برضو لازم تبقى واخد بالك منها. انا دلوقتي عايز بيتزا، هي دي بقى اللحظه، مش اللي هو انت زهقان فهتاكل. لا، انا الموضوع بقى في دماغي فتاكل.
لكن لو قعدت برضو حرمت نفسك قوي قوي، قرصت على نفسك قوي قوي قوي، ممكن تفتح. ممكن تيجي بعد كده انت قرصت على نفسك جامد، تلاقي بيتزا تقوم واكل مره واثنين وثلاثه واربعه. فانت لازم تبقى عارف السويتش فين. انا امتى بقى يبقى هو ده الصح ان انا اكل. انا دلوقتي عندي شعور حقيقي ان انا اكل، زي اللي عايز سكر مثلا. انت ممكن تكون عايز سكر عشان انت عطشان، من دون دخول في تفاصيل علميه كتير. نفس الفصل اللي في الدماغ المسؤول على ان انت احساس ان انت عايز سكر هو نفسه بتاع الميه. فلو انت عايز حاجه فيها سكر، جرب الاول انك تشرب ميه كتير. طب لو انت عايز سكر على طول وحاسس انت، جرب الاول انك تتاكد انك تاخد بروتين انتاج بتاعك كويس. لو انت دول تمام ونايم كويس، في احتمال كده انت فعلا عايز حاجه فيها سكر. لازم تبتدي تتكلم نفسك، هو انا ليه هاكل دي دلوقتي؟ انا هاكل دي دلوقتي عشان انا زهقان. لا، طب انا اقوم انزل. انا هاكل دي دلوقتي عشان انا عندي ستريس. لا، طب ما انا كل ما هيجي لي ستريس هاكل. لا، انا مش هعمل كده. انا الاستريس ده اخرجه بالرياضه. طب انا عايز اكافئ نفسي، هخش سينما. لو انت بقيت دورت لحاجات تانية تكافئ نفسك بيها، بقى عندك حياه تانية تبسطك، خلاص. زي فكره في العيد، احنا متعودين ان احنا في العيد كل المناسبات عندنا في الدول العربيه مرتبطه بالاكل. عيد صغير كحك، عيد كبير لحم، شم نسيم رنجه، مش عارف ايه. بس هو يعني احنا في حاجات كتير ممكن تبسطنا. احنا ممكن العيله تتجمع، انت ممكن تخرج تروح مكان جديد، انت ممكن تسافر، انت ممكن تنط من طياره، ممكن تعمل حاجات كتير قوي تبسطك. صح. فحته ان احنا دايما رابطين الانبساط والخروج في الدول العربيه ان احنا نروح نقعد في كافيه ونشيش ونتفرج على الماتش وناكل ناكل حاجه حلوه. لازم تخلق لنفسك حاجات بتبسطك. انا من الحاجات اللي بتبسطني جدا جدا ما اعرفش استغنى عنها القهوه، وهي ما فيش سعرات. وبالعكس القهوه على فكره يعني للناس اللي عايزه تخس، القهوه من الحاجات اللي بتساعد جدا في الحرق، وبتساعد جدا في ان انت تحسن مزاجك. فانا مثلا كوبايه القهوه كده مع تمرتين وانا قاعد في البلكونه، قهوه ساده. قهوه ساده. وهو لا يعني لو حطيت لي سكر في الاول ما اشربهاش، مش عشان انا ما بحبش السكر، اتعودت خلاص. مع ان انا كنت زمان بشرب القهوه ب6 معالق سكر، فنجان القهوه اللي قد كده حط عليه 6 معالق سكر. بس دلوقتي لو حطيت لي ربع معلقه سكر والله ما اشرب. ففي حاجات، لا في حاجات كتير ممكن تبسط. طيب هو الشخص لما يكون بحاله نزول الوزن يعني بيكون مهدد انه بيفقد الكتله العضليه، مش كده؟ كده طبعا. والانظمه الغذائيه اللي موجوده كده طبعا. ولو انت لو انت بتاخد حقن تخسيس منتشره دلوقتي كده وكده وكده، ولو انت عامل عمليه تكميم كده وكده وكده، يعني كده وكده، يعني الكتله العضليه هتروح طالما الشخص بنزول الوزن. لا، لو انت بتخس صح انت ممكن تزيد كتله عضليه وممكن تحافظ عليها. اوكي. يعني مش اعلان يعني، بس انا معايا ناس بتزيد كتله عضليه وبتخس في نفس الوقت. بس في شويه شروط بقى لان هي مش سهله. اولا تبقى انت بقالك فتره كبيره مش مظبط الدنيا. ثانيا مركزين قوي احنا بناكل قد ايه بروتين وقد ايه فاتس وقد ايه كارب. ثالثا تكون بتتمرن. رابعا تكون مركز في اوزانك. انا النهارده شلت 6 كيلو، الاسبوع الجاي شلت 6 وربع، الاسبوع اللي بعده شلت 6 ونص. طب انا مش عارف ازود وزن، هزود الفوليوم بتاع، او مش الفوليوم، هزود سيتس وريبس. طب انا مش عارف ازود سيتس وريبس، هزود يوم تاني في التمرين. حته الفوليوم انه عمال يزيد في التمرين دي هتفرق معاك جدا ان انت في البناء العضلي. لا طبعا انت ممكن تجين ماسلز وتلوز فاتس زي ما قلت لك، بس تبقى مركز في شويه حاجات وتبقى مش بتخس رقم كبير مره واحده. بص اكبر كارثه في الدنيا انك تخس رقم كبير مره واحده، لان انت ساعتها بتنزل كل حاجه. لكن لو انت عارف انت بتعمل ايه وبتنزل تدريجيا، ده هيساعدك في موضوع الترهلات. دي من اكتر حاجات بتساعد في الترهلات على فكره، مش من اكتر حاجات، رقم واحد. عشان احنا حتى ممكن ما كناش قلناها في النقطه بتاعه الترهلات، رقم واحد انك تخس من غير ترهلات، ما تنزلش رقم كبير مره واحده. لو بالونه مره واحده عملتها كده خلاص جلدك كله او البالونه كلها هتنكمش. لكن سنه، طب السنه دي بقى انت زودت مكانها ماسلز، ده البالونه ما حركتش. طب سنه والبالونه دي رجعت مكانها ماسلز. طب سنه وانت مزود ماسلز. فشوف التريك حلوه ازاي، ان انت عمال تنفخ وتملى البالونه، تشيل فاتس تحط ماسل، تشيل فاتس تحط ماسل، مش هيحصل ترهل. طب اضعف الايمان،
تحافظ على المسلز. عاده اي شخص اوفر ويت بيبقى المسلز الكتله العضليه عنده عاليه، فلو انت بس قدرت ان انت تحافظ على الكتله دي وتنزل دهون، انت كده خلاص، انت كده في التراك كويس جدا. ليه؟ لان اوريدي انت اصلا كتلتك العضليه كبيره. طب انت بقى نزلت كل حاجه مع بعضه، بعد فتره كمان هيأثر على حرقك، لان المسلز من الحاجات اللي بتزود الحرق. بس والناس تحب النتائج السريعه، يلا عايز اخس بعد اسبوع، عندي فرح، عندي مناسبه، عندي الاستعجال ده هو اللي بيودي الواحد بدايه بصراحه. بيضيعه. طيب في ناس اكيد شفته كوتش، يعني انه بعض الناس يقول لك ما يهمش الكتله العضليه، ما يهمش عادي، ما يهمني، اهم حاجه اني اشوف الوزن بينزل. لسه شايف دوكيومنتري كان بيتكلم في الموضوع ده حلو قوي. بيقول لك يعني ان الماسلز دي هي الحاجه الوحيده اللي هتنفعك لما تكبر. يعني في فتره الشيخوخه، كونك ان انت عارف تعيش وانت راجل كبير 70 و80 سنه، الحاجه اللي مسؤوله عن ان انت تعيش كويس ان انت عندك كتله عضليه كويس. يعني لو انت عايز فعلا لما تكبر ما تحتاجش لحد، حافظ على عضلاتك. فعلا الدوكيومنتري ده هو بيتكلم حاجات كتير قوي ليها علاقه بالصحه، بس قد ايه هو حلو. يعني قد ايه هو بيفسر لك ده اهميه المسلز. مش هقول لك بقى شكلك ولا هقول لك هو ده اللي لما يبقى عندك 70 و80 سنه مش هتحتاج تتسند على حفيدك. فلا طبعا المسلز دي مش عايزين نقعد بقى نخش في تفاصيل علميه، بس خدها كده ان المسلز بتاعتك دي هي اللي هتحافظ عليك قدام. يعني هذه رساله لكل شخص يقول انا ما هم من العضلات، ما هم من الكتله العضليه. مهم جدا يركزوا بجانب نزول الوزن انه يركزوا على الاقل الحفاظ على الكتله العضليه. ولا وكمان حلو قوي السؤال ده ليه؟ عشان السؤال ده مش هيساله ولد كمان قوي، هتساله بنت. صح. هتقول لك ايه؟ انا عايزه اخس بس انا مش عايزه ماسلز، انا مش عايزه بلك، انا همشي بس على. الغريب برضو ان بعد كل الفيديوهات دي وكل الناس اللي بتتكلم ان لسه البنات عندها نفس المايند سيت دي. انتي مش هتبقي راضيه عن نفسك الا لو عندك ماسلز كويس، والماسلز الكويسه عندك دي مش هيبقى عندك بايو تراي، مش هتبقي بيج رامي. الماسلز الكويسه اللي عند البنات دي هي اللي هتخلي جسمك مشدود، هتخلي فيه تناسق في جسمك، وهتخلي ان انت راضيه وجسمك مفرود وحاسه ان انت جسمك متناسق. انت دايما بتقولي، تيجي لي بنت مثلا تقولي انا الحته دي مضايقاني قوي عندي هنا فعايز اخس. انت لو خسيتي دي هتزيد. اقول لها كده، انت لو خسيتي دي هتزيد. انت محتاجه تشد دي. ايه اللي هيشدها؟ ان انت تزودي ماسلز، فتلاقي الحته دي راحت. خسيتي اكتر الحته دي هتنزل اكتر، خسيتي اكتر الحته دي هتنزل اكتر. فلو انتوا لو البنات فهمت الكونسبت ده، هتبتدي انها تشتغل على لا ده انا عايزه ماسلز ويمكن اكتر من الرجاله كمان. بس يعني الشده الجسم اللي عليها بدل ما انها تخس، لا تزيد الكتله العضليه. طبعا. طب ازاي تزيد الكتله العضليه؟ نفس فكره الولاد. لو انت عايز تزيد في الكتله العضليه، يبقى انت بتاكل بروتين انتاج بتاعك كويس جدا، بتنام عشان تعمل ريكفري كويس جدا، لان انت بتتمرن. لان انت لو عايز تزيد كتله عضليه التمرين بيساعد جدا. مش هقول لك ان انت ممكن مستحيل تزيد كتله عضليه من غير ما تتمرن، لان انت ممكن بالدايت بس تزيد كتله عضليه، ممكن، بس مش هتزيد الزياده اللي انت عايزها. فلازم تنام كويس عشان الريكفري. ولو انت عامل دايت، خلينا نقول بقى ان لو واحد الهدف بتاعه ان هو يزيد كتله عضليه فقط، مش عايز يخس، فواي نوت ان انت تبتدي ان انت تاكل اكتر من يحتاج جسمك. يعني انا هقول لك على حاجه، انا جاي من اوائل الناس اللي بدات معايا. انا دايما في 3 كده بداوا معايا، اول 3 بداوا معايا و3 قصص مختلفه. ده كان تقريبا الثالث. عمري ما انسى قصته. هو كان رفيع جدا جدا جدا، وكنت انا حتى لسه ساعتها ما بداتش. يعني انا كنت بدات مع 1 و2 ولسه باخد الكورس فقال لي كان يعني صاحب واحد صاحبي وقال لي ايه، انت شكلك فاهم وشافني بتمرن وقال لي ده انت كويس قوي وبتاع. ساعتها فعلا كنت احسن من دلوقتي بكتير. يعني انا جت عليا فتره في التمرين كنت كويس قوي. فهو كان بيشوفني بقى، شافني وانا بتمرن يعني بالصدفه. كان صاحب واحد صاحبي. وانا ساعتها كنت بتمرن كويس جدا. يعني دي كانت اكتر فتره بتمرن فيها كويس. دلوقتي طبعا الزحمه، بشتغل كذا شغلانه وكده فالدنيا ضغطه. فقال لي طب انا عايزك تساعدني وبتاع وشكلك فاهم وكده. فقلت له ماشي تمام. ابتدى بقى يكلمني يقول لي انا ببص لنفسي في المرايه بكره شكلي. انا مش، لان هو بقى ما كانش اوفر ويت، هو كان رفيع جدا 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 وكنا كبار.
فقال لي انا مش عارف ارتبط وبحب حد ومش قادر ارتبط بيه وللاسف بقى دي بتبقى سيئه جدا في الرجاله. يعني لو انت رفيع جدا كده دي بقى مش بتقلل الثقه، هي بتعدمها. فابتدى يعمل ان بودي، هو كل حاجه عنده له، حتى يعني مش فاتس بس، ماسلز، كل حاجه عنده له. في الحالات بقى اللي زي دي بتبتدي انت لا انت عايز تدخل له اكل اكتر من احتياجه اللي بيحرقه. يعني لو انت بتحرق 3000 في اليوم، لا ندخلك 3400، يبقى انت هتزيد، احنا محتاجينك ان انت تزيد ماسلز وتزيد فاتس. ففي مدرسه قديمه بقى كان يقول لك ايه، احنا بنبلك ناكل كل حاجه، فياكل بيتزا وياكل برجر، المهم ان هو ايه بياكل فوق احتياج جسمه. لا، نعمل حاجه اسمها لين بالك بقى، ان هو ايه ياكل اكل صحي بس فوق احتياج جسمه. وفي الحالات اللي زي دي بيبقى صعب، هو ما بيبقاش قادر يهضم، ما بيبقاش قادر ياكل قوي، فابتدي بقى ايه اقول له ما تاكلش، انت تشرب اكل، تشرب سعرات، اضرب بقى تمر في الخلاط مع واي بروتين مع مش عارف ايه، فيبتدي ان هو ايه يشرب، يقعد يشرب. فده بقى ابتدى ان هو ايه يزيد، فيزيد مثلا 3 كيلو ماسلز ونص كيلو فاتس، حلو جدا، ده كده لين بالك، ده كده الدنيا تمام. قعد يزيد 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 والدنيا تمشي كويس معاه قوي لحد ما الدنيا ظبطت، الناس كلها ابتدت تاخد بالها وخطب والدنيا بقت كويسه. فده من اوائل الناس اللي كنت بدات معاها. ففكره ان انت عايز تزيد بقى وان انت في جسم تاني خالص، ده لا، ده ليه بقى ان انت تاكل اكتر من محتاج جسم بس. فهي على حسب الشخص. كان معايا حد مثلا اثليت بيلعب كروسفيت عايز البرفورمانس بتاعه يبقى كويس وعايز يجيب ماسلز مش عايز يزيد فاتس، فبيبقى ليه طريقه برضو معينه وهكذا يعني. واللي فهمته منك كوتش انه ضروري جدا انك تمارس تمارين المقاومه ريزيستنس تريننج عشان تبني عضل. من الحاجات اللي بتساعد جدا. ايوه. طيب لازم اروح الجيم؟ لا. ممكن تتمرن في البيت، ممكن تتمرن يعني تعوم. العوم يعتبر ريزيستنس تريننج. فمش يعني فكره ان دايما لا انا عايز اتمرن في البيت، عايز اتمرن في الجيم، او انا ما بتمرنش عشان انا مش عارف اروح الجيم. المربع اللي احنا قاعدين فيه ده تعمل فيه فورمه كويسه جدا. احسن شيب وصلت له في حياتي 10% دهون ايام الكورونا في البيت. احسن فتره وصلت لها في حياتي، كنت اتمرن في اوضه نص دي، كل اللي معايا 2 دمبلز ومعايا فيهم من 10 ل 12 كيلو ونص، بعمل كل حاجه، بلعب باي وتراي وتشيست بلعب كل جسم. وممكن لو انت في الاول وزنك او عندك مشكله ما، ممكن بوزن الجسم وممكن بريزيستنس باند. ممكن ريزيستنس باند واحده لرجلك وواحده لجسمك الابر بودي يعملوا لك احسن شيب في الدنيا، بس تبقى ملتزم ومقتنع ان الحاجات دي تطلع. فمفيش حاجه مست. طب كوتش، يعني السعرات هي الاساس تقريبا؟ طبعا. طيب شخص ملتزم بعايز السعرات، كل من الاثنين هدفهم نزول الوزن، بس الشخص ملتزم بعايز السعرات وكان يتناول اكلات خلينا نقول معظمها غير صحيه، تمام. وشخص ثاني كان بياكل عايز السعرات تقريبا نفس السعرات الحراريه اللي هدفها نزول، ولكن كان يتناول اكلات صحيه مثل ما ذكرت، اكلات طبيعيه طالع من الارض وزي ما خلق ربي. فالنتيجه للشخص هذا كيف حتكون؟ والشخص هذا ده هيخس وده هيخس، تمام، بس ده نسبه الدهون في جسمه هتبقى اقل من نسبه الدهون في جسم الشخص ده الكتله العضليه في جسمه هتبقى اقل من هتبقى اعلى من كتله عضليه هنا. طيب ده هيوصلنا لايه؟ هيوصلنا ان انت تبقى واقف قدام المرايه هنا راضي عن نفسك، وهنا انت خسيت بس مش راضي عن نفسك. ايوه. هنا انت خسيت بس الدهون متوزعه غلط، هنا انت هتلاقي وسطك كبير، هنا وسطك صغير، هنا وسطك كبير. لكن هنا هو خس بس نسبه الدهون بتاعته ممكن تكون ما قلتش اصلا، ده هو ممكن يكون نزل ماسلز اكتر ما نزل فاتس، ففي الاخر نسبه الدهون عليت. ما في خلط عندنا كلنا ان معنى ان انا خسيت ان انا شكل جسمي بقى احسن، لا. خليني اديك مثال، انت خسيت، خلينا نقول ان انت خسيت 6 كيلو، 4 كيلو ماسلز و2 كيلو فاتس، انت كده برسنتج الفاتس بتاعتك طلعت ما نزلتش. صح. يعني وكتير بيبقوا مش فاهمين انا ازاي خاسس وبرسنتج الفاتس بتاعتي طلعت. ما هو لان انت الماسلز بتاعتك وقعت، هي نسبه وتناسب. فانت دايما خليك عارف ان انت انا خسيت 6 كيلو، 6 كيلو دول منهم 5 كيلو ونص فاتس ونص كيلو ماسلز، ونص كيلو ماسلز دي يعتبر ميه. كده انت ماشي على التراك كويس جدا جدا. طب حافظت على الماسلز ماشي على التراك احسن. في حته ان انت تخس وخلاص دي مش تبقى راضي عن نفسك، ليه؟ كمان هتلاقي ترهلات، هنا مش هتلاقي ترهلات. فهي دي الفكره بتاعت اللي هو
ما انا اخس وخلاص واكل ده حط بقى. يعني لو احنا مش بنتكلم في خسان صحتك مش هتبقى كويسه، لو بتتمرن البرفورمانس بتاعك مش هيبقى كويس. فاوفرول ده سكه تانية. انت كأنك بتقارن البحر بالطماطم، مالهمش علاقه ببعض، برغم ان هما الاثنين عايزين نفس الحاجه. اتنينهم يخسوا وشايفين الوزن نازل لكن الشكل بالعكس ده ممكن يخس اكتر. يعني انا ممكن، انا في حد مثلا يجي لي هيتجنن مثلا ياخد رصاص، انا زدت في الوزن، انا مش عارف ايه، انا ايه ده، انا ماشي كويس وبتاع. تلاقيه مثلا ايه، هو خس مثلا 6 كيلو، طلع 7 كيلو ماسلز ولا 8 كيلو ماسلز، ونزل 2 كيلو دهون. فهو اوفرول هو زايد كيلو. طب هو الكيلو ده جاي ليه؟ وعشان هو ماسلز. اقول له ده احسن حاجه في الدنيا، يا ريت انا يحصل لي كده، يا ريت انا اوصل لمرحله ان انا البرسنتج فات بتاعتي تقل، الماسلز بتاعتي تزيد، وكمان اخس. انا عايز ايه تاني يعني؟ ده احلى حاجه في الدنيا. ودي عاده بتحصل مع الناس اللي وزنهم كبير قوي وبيلتزموا. تلاقيه فجاه تلاقي رقم ماسلز كويس قوي، نزل فاتس، اوفرول ممكن يكون وزنه ثابت. فمش معنى ان انت وزنك ثابت. عشان كده تلاقي واحد ايه يقول لي انا مقاسي ظبط، القميص ده كان ضايق عليا دخل فيا، بس انا على الميزان ثابت. عشان كده اي حد بيتابع اقول له 3 حاجات تعملهم لو انت عايز تتاكد. تاخد صوره بيفور وافتر، لان الصور هتفرق معاك جدا. مرايتك دي كل حاجه، مقاساتك، الانبادي، لان الثلاثه دول مع بعض في وارد على فكره ان الانبادي ما يطلعش مظبوط، لان هي سيجنالز في الاول والاخر كهرباء، فممكن الجهاز ساعتها يكون مش مظبوط. لكن مقاساتك والمرايه مش تكذب عليك. خليك دايما عارف ان دول اهم من الانبادي، ان انت شكلك ولبسك فرق. لكن انت ممكن توزن على ميزان البيت عادي، انا ما بحبش ميزان البيت ده خالص. انت ممكن توزن على ميزان البيت عادي تلاقي نفسك زايد، تقوم مكسر الميزان داخل واكل تورته. لا انت كويس، انت ماشي صح. فهي دي الفكره. والميزان محبط والله بصراحه، بس الناس يعني لو فهمت النقطه دي اللي ذكرتها صراحه هيكون يعني بالعكس. يعني ممكن ثبات الوزن شيء مشجع انه يستمر اكثر، لانه ثبات الوزن مش شرط انه مش قاعد يخس دهون. فكوتش حسن استفدنا منك كثير وكثير، واخذنا من وقتك الكثير والله. ربنا يخليك. لا بالعكس والله مستمتع جدا، وبجد يعني انت ليك دور كبير في حته نشر الوعي الفتره الاخيره على السوشيال ميديا بجد يعني. الله يسلمك، كلنا بنفيد ونستفيد ان شاء الله. بس ادينا نصيحه واحده كوتش للاشخاص اللي اوزانهم عاليه، لانهم انا احسهم انهم تايهين وضايعين وعايزين نصائح يعني تساعدهم بالبدء على الاقل، لانه البدايه صعبه جدا. فادينا نصيحه واحده او اكثر من نصيحه تساعد الشخص اللي الاوفر ويت بالبدء بالنظام الغذائي وتصحيح العادات الصحيه. حلو. يعني خلينا نقول يعني اهم النصائح فعلا، لان مفيش نصيحه واحده هتفرق، بس لازم ما يبقاش في خطه بديله. عاده اي حد بينجح في اي حاجه في الدنيا بيبقى عارف ان ما عندوش غير الطريق ده، يا مشيت فيه ونجحت، يا اما الدنيا باظت. لكن ان انت تبقى داخل دي الفرصه الاخيره، يا اما هعمل عمليه، دي الفرصه الاخيره يا اما هاخد حقن تخسيس، دي الفرصه الاخيره يا اما هعمل تحويل مسار. فهتفضل وانت في الفرصه باصص هناك، باصص على الخطه التانيه. لكن لو انت داخل انا ما عنديش غير الطريق ده، هتنجح. لان انت لو عملت اي حاجه من الثلاثه دول هترجع تاني لنفس الطريق، هتظبط اكلك وتمرينك. فخليك ماشي ان انت عارف ان انت عندكش خطه بديله. دي كده اول حاجه. تاني حاجه، ودي لاي حد عايز يوصل لاي حاجه في حته الويت لوس دي، حتى لو وزنه صغير، قسم الجول بتاعك. انت دلوقتي عايز تخس 15 كيلو، فانت وزنك 100، عايز توصل ل 85، ما تفكرش في 85، فكر في اول 3 كيلو. انا دلوقتي الجول بتاعي ان انا اخس 3 كيلو. فقسم حلمك لاحلام صغيره، لان هيجي لك احباط. انت دلوقتي وزنك 100 كيلو، عايز تبقى 70 كيلو مثلا. انت ممكن اصلا لو فكرت في الجول تنهج وانت قاعد، مش هتتحرك اصلا. صح. لكن لو انت دلوقتي 100 كيلو عايز تبقى 97، دي سهله. ما انا ممكن في شهر، اقل من شهر اجيبها، اسبوعين 3 وتيجي. وبعد كده تبص على الخطوه اللي بعديها. ثالث حاجه، الكلمه بقى اللي بقت كليشيه ورخمه وبتتقال في كل حاجه، في صناعه محتوى، في كل حاجه، الاستمراريه. هي الصراحه مفتاح للدنيا. ان انت تستمر ده يعني مفتاح، يعني ما فيش اكتر من كده يعني. رابع حاجه،
اول ما تلاقي نفسك خدت على النظام ده وحبيته، اعرف ان انت هنا كده انت تمام. حتى على فكره لو فاضل لك 50 كيلو، بس لو انت حبيت اللي انت بتعمله انت هتوصل في يوم من الايام. يعني مش شرط توصل النهارده، بس ممكن توصل السنه الجايه، بس انت كده واصل خلاص، انت على التراك المظبوط. فاكتر 4 حاجات انا شايف ان هم ممكن يفرقوا معاك الموضوع ده. استفدنا الكثير والكثير والله يا كوتش حسن، واذكركم بحسابات كوتش حسن راح اضعها بصندوق الوصف واول تعليق، ويعطيكم الف عافيه.